اجتمع شعب مصر في ميدان واهتزت قلوبه في إيمان، وأعلن في قوة وفي عزم تأييده لقادته الأبطال. ففي ميدان الجمهورية وقفت الآلاف المؤلفة من أبناء هذا الشعب تستمع للبيانات السياسية الهامة من الرئيس وقادة الثورة. وفي شرفة هيئة التحرير كان رجال الدين والوزراء ورجال السلك السياسي العربي بانتظار الرئيس وصحبه. ثم وصل الرئيس والبكباشي جمال عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة، ومع أن ظهروا في الشرطة حتى اجتاحت الميدان عاصفة جبارة عاتية من الهتاف والتصفير. وابتدأ الحفل بترتيل آية الذكر الحكيم. ثم وقف الرئيس فحمل حملة شعواء على محترف السياسة القدماء الذين يحاربون عهد الثورة والإصلاح ويطعنون الأمة في ظهرها وهي تستعد لمحاربة الاستعمار. ثم سخر من الإشاعات وقال إن رجال الثورة الفدائيين لا يمكن أن يختلفوا. وقف قائد الجناح جمال سالم بطل مشروع تحطيم الإقطاع فعرض على أبناء الأمة مشروعات الثورة الإنتاجية والعمرانية التي أخذت طريقها للتنفيذ لبناء مجد مصر وعظمتها وقوتها. وعقبه الصاغ صلاح سالم فكشف عن المؤامرة التي تحاك في الظلام يدفعها الاستعمار وأذنابه من أجل مصالحهم الذاتية، وأعلنها مدوية باسم الشعب أن الثورة التي قام بها 22 مليونا ستسير إلى الأمام وستطحن كل عقبة تقف في طريقها. واختتم المؤتمر بخطاب للبكباشي جمال عبد الناصر قال فيه: إننا الآن جميعا جيشا وشعبا صف واحد متحد وقوة واحدة محاربة لهدف واحد لا انحراف عنه ولا تهاون فيه، ذلك أن يطهر هذا الوطن من الاستعمار ومن أعوانه من الخونة من المصريين.